السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. النهارده جاية وجايبة لك شوية نصايح كده من القلب للقلب إن شاء الله، أدام طالعة من قلبي هتوصل لقلوبكم كلكم بإذن الله. عايزة أعرف كل واحدة فيكم هي موجودة في تفاصيل حياة زوجها بنسبة قد إيه؟ لازم تكوني موجودة في كل تفصيلة في حياة زوجِك، عارفة عنه كل حاجة. عارفة يعني مواعيد شغله، مواعيد رجوعه، مواعيد اللي بيتأخّر فيها، لبسه كُلّه تكوني أنتِ اللي بتشاركيه وبتجيبي له لبسه. لازم يبقى ليكِ بصمة في كل حياته، علشان يحس دايمًا إن يعني أنتِ حاجة كبيرة جدًا في حياته، إنِّك حاجة مهمة جدًا. باحزن أوي لمّا بالاقي يعني زوجات مش موجودة في حياة زوجها، تعتبر مش موجودة. وما أعرفش الوضع ده بيبقى مين اللي ادّاه، يعني هل هي اللي أهملت فوصلت لكده والّا هل هو اللي أهملها وما ادّاهاش قيمة ولا ادّاها أهمية ولا ادّاها إنها ليها رأي ولا ليها تدخُّل في أي حاجة فوصلت الحياة بينهم لكده. ده بيأزّم جدًا الحياة بيننا وبين بعض. فلازم تكوني موجودة في تفاصيل زوجِك في كل حاجة. لو أنتِ مش كده حاولي تتغيّري والتغيير مطلوب والتغيير متاح وكل حاجة بتبقى سهلة. أنا نازلة دلوقتي أعمل إيه، أنا نازلة دلوقتي أجيب لبس لزوجي، أنا اللي بافكّر في لبسه. ده لازم، تشوفي عنده إيه، مش عنده إيه، موجود عنده لبس إيه ومش موجود إيه، طب محتاج كذا ومش محتاج كذا، أنتِ اللي تختاري له الألوان، أنتِ اللي تنسّقي له لبسه. دي حاجة مهمة جدًا، تنزلي معاه علشان تشتروا اللبس بتاعه، دي حاجة مهمة برضه جدًا، جدًا، جدًا. أنا بالاقي ساعات العكس، بالاقي ساعات الزوج هو اللي بيعمل كل ده، هو بياخد ماشي لو بيعمل كل ده وإحنا مع بعض ماشي، لكن ده أنا بالاقي الزوج بياخد ولاده ولوحده من غير زوجته ويروح يشتري لهم لبس. تخيّلوا أنتم! يعني هو بيروح يجيب لبس للولاد من غير الأم كمان، فأنا مش عايزة يبقى كده، لأ، إحنا يعني أنتِ لازم أنتِ اللي يبقى ليكِ بصمة ودور في كل حاجة. هتختاري اللبس بتاعه، هتعرفي هو عايز محتاج لبس إيه، شتوي، صيفي، في حاجات ناقصة عنده لازم أكمّلها له، اللون ده حلو، اللون ده مش حلو، اللون ده مناسب، اللون ده مش مناسب، كل واحدة تبع سِن زوجها وتبع طبيعة شغله وطبيعة عمله طبعًا. لكن إن أنتِ ما يبقاش ليكِ دور خالص كده، وهو ينزل يجيب اللبس لوحده، هو ينزل يعيش حياته لوحده، ما ينفعش، ما ينفعش. هاتيها بالتدريج، واللي بتعاني من المشكلة دي تقول لي في الكومنتات، وإحنا هنحل المشكلة مع بعض، وهنشوف إزاي إن إحنا نبدأ ندخّل نفسنا في تفاصيل أزواجنا خطوة بخطوة. حتى لو أنتِ من زمان مش بتعملي كده، متاح أوي إن أنتِ تعملي كده دلوقتي، لإن دي بتفرق جدًا، جدًا في نفسيتِك أنتِ أولًا، وكمان في وضعِك بالنسبة لزوجِك. ما ينفعش أبدًا إن أنا أبقى في البيت كده وهو بيعمل كل حاجة من غير ما أعرف أنا، ومن غير ما أفهم هو بيعمل إيه ولا بيروح فين ولا بييجي منين، ولا الكلام اللي أنا بالاقيه ده. ما ينفعش، ما ينفعش أبدًا يا ست الكل يا قمر أنتِ. إن شاء الله اللي عايزة حاجة من دي تكتب لي في الكومنتات والفيديوهات الجاية تبقى